حكايتي بدأت من أول ما اشتغلت في المستشفى. اشتغلت في الإدارة، ومن هنا اتعرفت على صاحبتي. كنت بحبها جدا لأنها طيبة وبنت حلال، وبصراحة ما كانتش تستاهل مني اللي أنا عملته فيها. مشكلتها الوحيدة مع جوزها دكتور في المستشفى اللي احنا بنشتغل فيها. دايما كل يوم بتيجي تحكيلي عن مشاكلهم، وأنا كنت بقول في عقلي: بالي هي دي بقى المشاكل بتاعتك؟ طب يا ريتني أنا مكانك. دايما كانت بتحكيلي إن جوزها مفرط في العلاقة، وإنه طالبها على طول، لدرجة إنها لو دخلت الأوضة بتاعته في المستشفى، يعني العيادة بتاعته، ما كانش بيسيبها، كان على طول يعني شغال. كنت أقول: ياه، ده أنا نفسي أتجوز واحد زي ده. مين يطول دكتور ويحب العلاقة زي عينه؟ ده أنا نفسي في كده، لأني برضو بحب المواضيع دي قوي، ونفسي أتجوز. علشان كده كنت دايما بحكي لها وبقول لها: طب يا ريت أنا كنت زيك. تقولي: يا شيخة، كنت زي إزاي؟ ده أنا جوزي صعب جدا وعنيف، ما تقدريش عليه. كنت دايما كل يوم أشوفها جاية شكلها باين عليه، أحب أسمع منها، بحجة يعني إن أنا بحاول أهديها أو أنصحها، لكن بيني وبينكم أنا كنت بحب أسمع الحاجات اللي هي بتحكيها. كانت دايما تقولي: جوزي ممكن يعمل مرتين وممكن ما يسيبهاش طول الليل، وبتقول إنها بتشك إنه بياخد منشطات، لكنها عارفة إنه ما بياخدش حاجة، بس هو عنده الموضوع زيادة حبتين وعنيف قوي في المواضيع دي. كانت تقعد تقولي الكلام ده، وبصراحة عقلي بدأ ينشغل بيه، وكل يوم كنت أسمع حكاية شكل. مرة عايزها في حتة تعمل حاجة، ومرة عايزها تلبس حاجة معينة، وأقول: دي هبلة. طب يا ريته كان جوزي أنا، ده أنا كنت أدلعه ليل ونهار. ومن هنا بدأت أهتم بنفسي أكتر وأكتر، وبدأت أعمل أي حاجة علشان أخش أديله ورقة أو أي حاجة في العيادة. بدأت أشغله وحطيته في دماغي، وكل ما كنت أشوفه كنت أتخيله هو بيعمل اللي هي بتحكيلي عليه. بس هي السبب، المفروض الحاجات دي ما تتحكيش، بس هي كانت بتحكي كل حاجة. كانت ممكن تقولي أسرار بيتها، بس أنا الشيطان لعب بعقلي، وتعمدت إني أخشله كل شوية. ومرة اتحددت إني محتاجة أكشف. نسيت أقول لكم إن هو دكتور أمراض نسا، وكانت فرصتي إني أتلكك، واتحججت إن أنا تعبانة وعندي شوية تعب ولازم أكشف. ما كانش قدامي غير عيادته. رحت فعلا، كشفت، سلم عليا، هو عارفني، بس المرة دي لبسي واللي أنا عاملاه في نفسي كان زيادة حبتين، وأنا عارفة اللي فيها، هو محروم ومحتاج الموضوع ده على طول. بدأت اللعبة من هنا، وقلت له عندي شوية التهابات وتعب. كشف وقال لي: على فكرة، ما فيكيش أي حاجة، يمكن حاجة بسيطة، يمكن انتي وهمة نفسك. قلت له: وهمة نفسي ازاي؟ لا، أنا تعبانة. بدأ يكشف وحسيت إنه مش مظبوط. اتنرفزت عليه وقلت له: في إيه؟ قال لي: بصراحة أنا من فترة وأنا متابعك ومشغول بيكي، ما تزعليش مني، أنا صريح. قلت له: لأ، بس أنا مش زي أي واحدة ست. وطبعا اللي أنا عملته فيه خلاه يقول كده، اللبس، الحركات، الضلع، كل حاجة. المهم سبته ومشيت وأنا زعلانة، خوفته وعرفته إن أنا مش واحدة سهلة. كل ده كان رسم في دماغي علشان أوصل للي أنا عايزاه، وقعدت فترة أتجنبه بعد ما كنت بروح له كل يوم بأشكال وألوان. المهم لقيته بعت لي رسالة على التليفون، بيقول لي: أنا عايز أقابلك في مكان عام. وفعلا رحت قابلته، وقال لي: تتجوزيني؟ قلت له: طبعا. فرحت من جوايا، وهو ده اللي أنا عايزاه. قلت له: أتجوزك؟ طب ومراتك؟ قال لي: مراتي أنا ما بحبهاش، مش مشبع، أنا عايز واحدة تحبيني وتفهمني، وأكيد أنتي فاهمة. قلت له: أنا فاهمة. طيب هنتجوز إزاي؟ قال: عرفي، حاجة عادية علشان مراتي وولادي. قلت له: مفيش مشكلة، بس أنا عايزة شقة باسمي. وطبعا أنا كنت محضراها، محدش في إيدي غلوة. قال لي: أنا موافق على أي حاجة أنتي عايزاها، المهم نتجوز. وقع لي من السما، وفعلا اتجوزته. ونسيت أقول لكم إن والدي متوفي وأمي ست كبيرة، يعني أنا حبيت عليها لأن الجواز ده عرفي. المهم إني أطلع بالشقة من الجوازة دي، وقلت: إيه يعني، أعيش لي يومين أمتعه
وأديله اللي هو عايزه، وفي المقابل الفلوس والعز. وفعلا اتجوزته وخنت صاحبتي. هو بصراحة في الأول كان صعب جدا، حسيت إن أنا كنت فاهمة صاحبتي غلط. هي فعلا كان معاها حق في كل اللي بتقوله. العلاقة معاه كانت صعبة. كان بيتصل عليا يروح قبل الشغل بساعة أو ساعتين ويقول لي تعالي دلوقتي، ويجي لي بالليل ويبقى عايزني، وممكن الظهر كمان. حسيت إنه فعلا صعب، وطريقته كمان كانت عنيفة، ويقول لي معلش دي طريقتي، بس أنا بحب المواضيع دي. كان بيطلب مني كل يوم حاجة، يجيب لي لبس غريب ويقول لي اللبس ده تلبسيه. أبان له إني متضايقة، أبص ألاقيه جاي بالليل ومعاه خاتم ذهب وصندوق. بصراحة كان بيقفل بقي بالهدايا، وكنت بوافق على كل حاجة. كنت بحاول أستنزف كل فلوسه علشان أطلع من الجوازة دي. أنا عارفة إنه هيقضي معايا فترة، بس ما كنتش عارفة هتطول قد إيه. ولما بدأ يشبع بدأ يتقل، وصاحبتي بدأت تيجي الشغل تقولي جوزي متغير، ما عادش بيطلبني. اتكسفت وضميري وجعني، كنت عارفة السبب. وبعدين فجأة قالت لي جوزي رجعلي وبقى كويس جدا معايا، وأنا من جوايا مولعة. وبعدين لقيته جايلي وقال لي خلاص لازم نتطلق ونقطع الورقتين. قلت له بالسهولة دي؟ قال ما تزعليش، أنا بحب مراتي وبحب أولادي. كنت عارفة، بس زعلت. حسيت إني كنت طماعة وخدت جوز صاحبتي. كل يوم ببص عليها وإحنا بناكل لقمة أو بنشرب حاجة، بحس إني ما استاهلش أبقى صاحبتها. هي طيبة وجدعة، وأنا اللي طلعت ندلة وخدت جوزها منها. أي نعم هي مش عارفة، بس ضميري بيأنبني ومش قادرة على اللي أنا عملته فيها.